اظن كلنا بنحب البسارية، واحنا اليومين دول في الموسم بتاع البسارية، فياريت اللي بيحبها يلحق يجيبها لان هي بتظهر فترة معينة وبتختفي بسرعة. فانا بصراحة ناس كتيرة قوي طلبت مني طريقة غسيل البسارية، لان البسارية حساسة جدا جدا، فلها طريقة خاصة في الغسيل. فانا دايما اقول لكم ايه اهم من الشغل؟ تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله وننظم شغلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا يا ستي بنجيب البسارية زي ما انتم شايفين كده، وبنحطها في طبق وبننزل عليها بحبة مية. انا كده بشطف البسارية الاول، ويبقى جنبيكي مصفى زي كده عشان انت بتنشيلي البسارية. بنحط في المصفى، هنغسلها من غير ما ايدك تلمسها خالص، وخصوصا البنات الصغيرين بقى اللي ما بيحبوش ايدهم بقى ايه تمسك السمك والحاجات دي. خلاص يا ستي مش هنوسخ لك ايدك، وهنستخدم ايه شغلنا كله بصفاية البطاطس. هنكرر العملية دي كذا مرة. تمام كده، اديكم شايفين شكل المية. احنا كده ايه بننزل اي حاجة على البسارية، إيه اي قشرة على البسارية بينزل في المية، اي طينة من الصيد بتاع الصيادين بينزل في المية. فاحنا لازم نشطفها كويس قوي. وبعد ما نشيلها كده من المية اشطف برضو الطبق اللي انا ايه هنرجعها فيه تاني. تمام كده. والمصفى كمان بتصفلنا اي مية زيادة في البسارية، ونشطف المصفى كل مرة، نشطف الطبق والمصفى. هنفضل نكرر عملية الشطيف دي لغاية ما نلقى المية نظيفة زي ما انتوا شايفين كده. وعلى فكرة انا كان النور ضعيف معايا وايه، وبسم الله ما شاء الله لقيت النور ايه اتقوى مرة واحدة زي ما انتوا شايفين كده. فانا ايه رجعت البسارية تاني، وبالصفاية بتاعت البطاطس بنشيلها، لان زي ما بقول لكم البسارية دي حاجة صغيرة ما تتحملش ان ايديكي تمسكها كتير. فعشان كده انا استخدمت صفاية البطاطس عشان البسارية ما تتهريش مني. شايفين النور زي ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. فيلا نكمل الفيديو بتاعنا. انا كنت متضايقة على فكرة لما كان النور ضعيف، فالحمد لله. نرجع بقى ايه نفضل ننشر كده بسارية من المية، وكل مرة نغير المية ونشطف الطبق ونشطف المصفى، عشان ايه البسارية ليها قشرة خفيفة قوي، مش عايزين تلزق تاني وترجع للبسارية. تمام كده. هفضل انا على الطريقة دي لغاية ما ايه احس ان المية البسارية نطفت عشان نبدأ نغسلها. انا رجعتها تاني وهشطف المصفى بتاعتي وشطفت الطبق عشان ايه في قشرة خفيفة بتبقى في البسارية مكان ايه مكان غسلها. ويا ريت اللي ما حطليش اللايك تحط لي اللايك عشان فيديوهاتي توصل لكل الناس. هنشيلها تاني برضو. يعني انا قررت عملية الشطيف دي حوالي 4-5 مرات. ليه؟ عشان لما اغسل البسارية اغسلها على نظافة، ما يبقاش لا فيها قشرة ولا فيها زفارة ولا فيها حاجة ابدا. لان بصراحة البسارية دي هنعمل منها حاجات كتيرة. هنعمل منها الراية، في الفلاحين يقولوا عليها الملوحة، هنعمل منها جمبري الغلابة، هنعمل منها الطاجن، حاجات كتيرة جدا. وخصوصا بصراحة الراية انا بموت فيها. فالمهم خلينا في غسلها دلوقتي. انا رجعتها خلاص وصفينا الميه كويس، ونزلت بايه ب3 معالق ملح كده عليها. هنبتدي نغسلها دلوقتي. وهنجيب كمان ميه الليمون واليوسفندي اللي انا عملتها معاك، اللي انا عملتها بالقشر. الميه دي كنز، بغسل منها السمك وبغسل منها الطيور، وبحطها على البريل كمان. املأ ازازه البريل كده واحط شويه من الميه دي، بتخلي ريحه البريل جميله جدا. بضيف منها على ميه المسيح، بحط على البريل كمان واغسل الحيطان. فالميه دي كنز يا جماعه. يا ريت نرجع للفيديو موجود عندكم على اليوتيوب على القناه بتاعتي، شوف الفيديو ده عشان الميه دي مهمه جدا. انا نزلت بشويه من ميه الليمون وشويه الملح وسبتهم على 5 دقايق ورجعت شطفت البسارية. تمام كده. هننشلها تاني وهنكرر العمليه دي تاني. يبقى انا ضفت 2 معلقة ملح حلوين كده، وخدت ربع كوبايه او نص كوبايه الميه الليمون واليوسفندي، ونقعت البسارية فيها من غير ميه ورجعت شطفتها. هنشيلها كده من المية وهنكرر العملية تاني. تعالوا نشوف هنعمل ايه. شايفين كل حاجة بصراحة. مية الليمون دي كنز يا جماعة. طب انا لو ما عنديش مية ليمون ولا يوسفندي يا هالة هنعمل ايه يا ست؟ احصري لك ايه ليمونايه. بس يا ريت نعملها ونخليها. انا بخلي ازازة معايا في المطبخ بستخدمها على طول. خلاص انا رجعت البسارية تاني زي ما انتوا شايفين. هكرر العملية تاني. 2 معلقة ملح وشوية مية ليمون وهسيبهم 5 دقايق. شايفين ازاي؟ فعلا يا جماعة مية الليمون دي كنز. شوفوا الطريقة على القناة بتاعتي واعملوها عشان دي هتنفعكم في حاجات كتيرة قوي.
تمام. هنسيبها 5 دقايق ونرجع تاني. هتلقوا ميه الليمون والملح نزل كده حاجه الوان غريبه كده من البسارية، وكل ما تروح البسارية بتاعتنا تلمع وتبقى شكلها تحفه. خلاص انا بكده ابتديت اشطفها بقى. شايفين البسارية لونها ازاي تحفة، وريحتها كأنك ما بتغسليش سمك خالص. ودينا بنعمل السمك البسارية من غير ما نمسك البسارية بايدينا خالص، لان هي كمان حساسة. ما ينفعش ان انا امسكها بايدي واقعد بقى امسك فيها زي السمك، لا ما ينفعش. انا كده بشطف بقى وهطلعها واسيبها في المصفى ما تتصفى خالص. ويا ريت واحنا كده بنشطفها ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. فانا هكرر الشطيف ده كذا مره. شايفين ازاي؟ يبقى احنا كده غسلناها بالميه وبالملح وميه الليمون والسفندي حوالي 3 مرات. وبعد كده ابتديت اشطفها لغايه ما الميه زي الفل. وهتشوفوا معايا البسارية دلوقتي شايفين النظافه تحفه يا جماعه. وارجع كمان ارجعها للمصفى تاني بعد ما اشطف المصفى واسيبها تتصفى خالص. ونشوف بقى ان شاء الله الفيديوهات الجايه هنعمل منها رايه اللي هي هنخللها، وهنعمل منها جمبري الغلابه. لان في ناس انا عملت معاكم جمبري الغلابه قبل كده، بس ناس طلبتها مني عايزين الجمبري بقى ايه من غير راس. هنعمل منها طواجن، وهقول لكم ايه بالهنا